سلاح الجو التونسي بيعتمد على مقاتلات خفيفة ومتوسطة، وهدفه الأساسي حماية الأجواء وتأمين الحدود، وده مناسب لطبيعة مهامه الدفاعية. لو بتحب المحتوى العسكري، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد من المحتوى العسكري. المركز الثالث، إنبي شرطة 3. 2. 6 الاستخدامات، تدريب أساسي، مهام خفيفة جدا، مساندة محدودة، وهي أيضا طائرة تدريب إيطالية قديم نسبيا. المركز الثاني، إيرو ال59 تي الاستخدامات، تدريب الطيارين، دعم جوي قريب، ضرب أهداف أرضية بسيطة، وهي طائرة تدريب متقدم تشيكية ولها قدرات قتالية خفيفة. المركز الأول، F5 تايجر الاستخدامات، الدفاع الجوي، اعتراض الطائرات، تدريب متقدم، هجوم أرضي خفيف، مقاتلة خفيفة أمريكية، وتعد الأقوى في الخدمة التونسية. بشكل عام، سلاح الجو التونسي بيركز على الحماية والتأمين أكتر من الهجوم، وقدراته مناسبة لاحتياجاته الدفاعية. ولو حابين نعمل فيديوهات تاني عن المحتوى العسكري، قولوا لنا تحت في التعليقات. مستنيين رأيكم واقتراحاتكم. سلام.